في وسط الحروب والمعارك بيكون الجو مليان صراخ وضرب نار، والطيارات بتلف وتدور فوق الجنود، وصوت القنابل بيملى المكان. بس اللي مش معروف ان ساعات الاطراف المتحاربه بتسيب كل ده وتقرر ترفع الرايه البيضاء، مش عشان تعبت او خايفه، لكن ساعات بيبقى الاسباب غريبه ومش متوقعه نهائي. في مرات وقفوا القتال علشان يريحوا شويه او يظبطوا الاسلحه، او عشان في قرار سياسي نزل فجأة. لكن في حاجات تانية خلت الجيوش توقف ضرب النار، حاجات اغرب بكتير من اللي ممكن اي حد يتخيله. وقبل ما نبتدي حلقتنا يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. في شتاء سنة 1917 البرد ما كانش طبيعي. الجنود الروس كانوا بيحاربوا الالمان على اكتر من جبهة، وده في جنوب حدود الامبراطورية الروسية. واحدة من المعارك دي كانت في فبراير، وكانت وسط غابات كبيرة في ليتوانيا، واللي هي دلوقتي بقت دولة مستقلة. الغابة دي كانت كلها متغطية بالجليد اللي كان نازل بشكل مرعب. القتال كان صعب جدا في البرد ده، وكمان خلى الحيوانات تختفي من الغابة، وده خلى الذئاب الروسية الضخمة اللي عايشة في الغابة من غير أي أكل. الجوع الشديد خلى الذئاب تبقى أكتر شراسة، وبدأت تهاجم جثث الجنود من الجنبين، لحد ما وصل بيها الأمر إنها تهاجم الجنود اللي كانت لسه عايشة وهم في وسط المعركة. الموضوع كبر وخرج عن السيطرة. اضطر الجيشين إن هم يوقفوا الحرب ويعلنوا الهدنة علشان يتخلصوا من الذئاب اللي بقت خطر عليهم أكتر من بعض. وبعد ما خلصوا المهمة رجعوا يكملوا الحرب مرة تانية. ونروح للحرب العالمية التانية، بالتحديد يوم 16 ديسمبر سنة 1944 لحد 25 يناير سنة 1945. حصلت معركة كبيرة اسمها معركة هجوم أردين المضاد أو الثغرة، ودي كانت خطة من الألمان علشان يوقفوا تقدم قوات الحلفاء واللي هجموا على الأراضي اللي سيطرت عليها ألمانيا في بلجيكا وفرنسا. وفي ليلة الكريسماس وفي يوم الكريسماس الحرب كانت هادية شوية، خصوصا عند غابة هيرتجن اللي على الحدود البلجيكية الألمانية. مجموعة من الجنود الأمريكان قرروا يروحوا بيت لأسرة ألمانية، وده علشان يطلبوا منهم شوية مؤن بسيطة. الغريب إن الأسرة الألمانية رغم إنهم في الحرب وده عدوهم رحبوا بالجنود الأمريكان، بس بشرط إن هم يوقفوا القتال والمعركة احتراما للعيد وروح الكريسماس. الأمريكان وافقوا، لكن الأغرب حصل بعد كده. مجموعة تانية من الجنود الألمان وصلوا لنفس البيت وأوقفوا هم كمان القتال علشان عيد الكريسماس. وفعلا اجتمع جنود الألمان والأمريكان حوالين مائدة واحدة في البيت ده وتعشوا سوا احتراما للعيد. ونروح للحرب الفرنسية البروسية، واللي كانت بين الإمبراطورية الفرنسية والدول الألمانية بقيادة بروسيا. الحرب اللي بدأت في يوليو سنة 1870 واستمرت لحد يناير سنة 1871. فرنسا كانت بتحاول ترجع قوتها في أوروبا، وده بعد ما خسرتها لصالح روسيا سنة 1866 وبعد تحالف النمسا مع بروسيا. وفي ليلة من ليالي الحرب القتال كان شغال بكل قوة، وفي نص الليل جندي فرنسي قرر انه يطلع من الخندق بتاعه علشان يقف في مكان مكشوف ويغني بصوت عالي الأغنية اللي كانت واحدة من الترانيم الدينية المشهورة في أوروبا، ترنيمة اسمها أيتها الليلة المقدسة. وبعد لحظات من التوتر محدش من الجنود في الجبهتين اتحرك من مكانه، الكل ساب الحرب وقعد يسمع الجندي وهو بيغني. والنتيجة ان الحرب توقفت لمدة 24 ساعة كاملة، ودي كانت هدنة غير رسمية من الطرفين. ونروح للحرب العالمية الأولى، والطرفين هنا الدولة العثمانية اللي تحالفت مع دول المركز واللي كانت مكونة من ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا، والطرف الثاني كان فيلق الإنزاك اللي هو جيش استراليا ونيوزيلندا اللي كان بيحارب مع دول الوفاق، واللي كانت مكونه من بريطانيا وفرنسا وصربيا وروسيا وايطاليا واليونان والبرتغال ورومانيا وكمان امريكا. سنه 1918 كانت المعارك بين فيلق الانزاك والجيش العثماني شديده، خصوصا في منطقه من الاراضي العربيه اللي بقت الاردن دلوقتي. المعركه اشتدت، بدأ الجيش العثماني يقرب على الهزيمة، وده لأن موارده وذخيرته بدأت تخلص، وخلاص الجيش العثماني كان على وشك الانهيار. في الوقت ده تدخلت بعض القبائل العربية واللي كانت ضد الحكم العثماني في أحداث الثورة العربية الكبرى، واللي لو استمروا في مهاجمة الجيش العثماني كان ممكن يتسببوا في إبادة تامة للقوات العثمانية. لكن قادة فيلق الإنزاك كان لهم رأي تاني، شافوا لو إن الثوار العرب هاجموا بشكل كامل ده هيسبب انهيار الجيش العثماني، فعلى طول قادة جيش الإنزاك وافقوا على هدنة لوقف إطلاق النار مع الجيش العثماني علشان يدوهم فرصة يلموا شملهم ويتعاملوا مع الثوار العرب. ونروح لسويسرا في أواخر القرن ال16. الأكل هنا كان ليه دور كبير في نهاية الحرب دي، الحرب اللي اشتعلت بين القوات البروتستانتية والكاثوليكية. الحرب بدأت لما البروتستانت قتلوا قس كاثوليكي في مقاطعة سورجو في مايو 1528، ورد الكاثوليك بإحراق قس بروتستانتي في مقاطعة بدن. وبعد الأحداث دي الجيشين قربوا من حدود مقاطعة تسوغ علشان يتقابلوا في مواجهة مباشرة في ساحة المعركة. لكن الغريب
ان المعركة ما حصلتش فعليا. في الوقت ده بدأ الطرفين يتبادلوا الحديث ويحاولوا يتفاوضوا على تجنب إراقة الدماء. بعد شوية الجنود من الجبهتين اشتركوا في تحضير قدور الحساء بعد فترة طويلة من الجوع، وكان ده بمثابة هدنة غير رسمية بين الطرفين. الهدنة دي استمرت لحد ما انتهت حرب كابيل الأولى سنة 1525، لكن الأمور ما فضلتش هادية كتير، ورجعت الاضطرابات بين البروتستانت والكاثوليك مرة تانية، واندلعت حرب كابيل التانية سنة 1531. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة.